عارف العلامات اللي بتبين لك قد إيه انتوا شخصين متوافقين مع بعض وروحكوا كده انتوا الاتنين زي ما بيقولوا كده توأم الروح، الاتنين اللي لقوا بعض. في شوية تكات كده وعلامات لما تلاقيها اعرف ان هو ده توأمك، وده فعلا أحسن علاقة متناغمة بينا احنا الاتنين. لما تقعد كده تتكلم كتير قوي ولا حاسس بملل ولا عايزها تنتهي بأي طريقة بقى، اعرف بقى ساعتها ان الكيمياء ايه واحدة. مهما اتكلمنا بالساعات تحس ان المحادثة كأنها لسه بادئة دلوقتي. مهما يمر الوقت ما بينا تحس ان الوقت بيطير، سواء بنتكلم في التليفون او قاعدين مع بعض. الوقت بيمر بسرعة لدرجة ان انت مش حاسس بالوقت. كمان بتحس بالراحة قوي كل ما احنا قاعدين مع بعض او بنتكلم مع بعض او حتى متواجدين في نفس المكان مع بعض. انت بتحس براحة نفسية طالما معايا تحت سقف واحد، طالما موجود معايا في نفس الأوضة أو في نفس الشقة أو في نفس المكان. دايما حاسس كده بأمان ومطمن. حس كمان إن الفرحة معدية، تلاقي الواحد فيهم لما يكون فرحان وسعيد التاني بيبتسم وبيفرح بشكل طبيعي كده، وهو مش عارف حتى سبب التاني ابتسامته ايه أو ضحكته ايه. الاتنين بيفرحوا لفرح بعض وبيستمتعوا مع بعض، وده نوع من أنواع التواصل حتى من غير الكلام. لما بيجوا يتكلموا مع بعض قوة التواصل الروحي، يعني يقدروا يفهموا بعض من غير ما يتكلموا، من نظراتهم لبعض كده كل واحد فاهم قصد التاني ايه بالظبط. ده بقى بتبقى قوة الاتصال الروحي، لأنك بتفهم الطرف التاني من غير ما يتكلم ولا يقول هو حاسس بإيه. انت حاسس باللي هو حاسس بيه، وعارف هو قصده ايه، وعارف هو عايز ايه. كمان لما بيكون الراجل والست منجذبين لبعض وفي بينهم كيمياء حلوة وبينهم كده تناغم وعلاقتهم جميلة مع بعض، بتحس إن التنازل بيكون أسهل بكتير. مفيش حد شايف إن هو بيتنازل عشان خاطر مثلا التنازل ده هيقل منه، فبتحس إن هو أصلا عايز يضحي علشان خاطر عشان خاطرها، وهي عايزة تضحي عشان خاطره، وكل حب من غير ما تحس إن هي تيجي على نفسها أو إن هي بتتنازل أو إن هي بتعمل حاجة واو. كمان مفيش مجال للأسرار بينهم، كل واحد بيقول كل حاجة عن نفسه من غير ما يفكر ولو لثانية واحدة. حتى في الأسرار المحرجة هو مش حاسس إن دي سر، أو إن هو لما بيبوح بيه للطرف التاني إن دي مثلا حاجة يخجل منها أو كده. بالعكس، ده بيحس براحة نفسية لما بيتكلم عن كل حاجة جواه، حتى لو كانت حاجة محرجة. هو حاسس إن هو قدامه كأنه بيكلم نفسه. الاتنين تحس إن هما كتاب مفتوح لبعض، مفيش حد خايف من التاني إن هو يظهر جانب الضعف منه، أو إن هو يخبي حاجة عكس حقيقته، أو إنه يعمل ستارة حوالين مخاوفه ومشاكله. بالعكس، بيتكلم بكل وضوح وبيقول كل اللي هو حاسس بيه، حتى إحساسه بضعفه أو أي حاجة حاسس بيها بيقولها من غير ما يبقى خايف إن الحاجة دي تقل منه أو كده. كمان التفاصيل الصغيرة اللي بيشاركوها مع بعض والحاجات اللي بيقعدوا يحفظوها علشان خاطر كل واحد يفتكر عيد ميلاد التاني، يفتكر عيد جوازه، ويفتكر مناسبة سعيدة عشان خاطر يجيب له حاجة حلوة، أو نتشارك مع بعض فرحتنا مع بعض. دي حاجة جميلة قوي، حتى لو بحاجات بسيطة قوي يا جماعة. الحاجات دي بتفرق جامد. لما تلاقي ست قاعدة في أي مكان بره البيت أو جوه البيت ما يحبش يقعد إلا جنبها، ودايما يبقى قريب منها، وما يجي يتكلم كده يميل عليها ويبقى جنبها وما تبعدش عنه أبدا لا بره ولا جوه، لأنه هو حابب ده. أنا قصدي إن حتى لغة الجسد بتتكلم من غير ما أتكلم ولا أقول إن أنا مهتم أو أنا بحب أو إن أنا متناغم معاكي. لا، كل حاجة بتقول إن أنا قريب منك. ودي كلها حاجات بسيطة الناس شايفينها إن هي حاجات صعبة. اختيار بإيديك إن أنت تخلي العلاقة حلوة قوي كده، أو إنك تخليها جحيم وتبقى مش قابل اللي قدامك، وتبقى شايف الجمال اللي فيها وتقول سبحان الله، سبحان من خلق وصور الميثاق الغليظ اللي ما بيننا.
أو إنك تشوف السلبيات اللي فيها وتبقى كارهها وكاره الدنيا كلّها وعايش وخلاص.